كان عندي بنتين ولد وما زالوا موجودين ربنا يخليهم. رفضت اجيب لهم موبايل يمسكوه في ايديهم لغايه ما اتخرجوا من الجامعه. فبنتي الكبيره فيه بربنا يديها الصحه عايزه اجيب موبايل، وعارفه ان انا رافض المبدا ده خالص، مفيش حاجه بنتي تمسك موبايل في ايدها. طبعا دلوقتي انا ماليش دعوه بقى، الزمن اتغير، انا دقه قديمه. فراحت لمراتي اللي هي مامتها، قالت لها ماما انا مكسوفه اتكلم مع بابا، عارفه ان بابا هيرفض، لكن بابا مش هيرفض لك طلب فكلميه. ما هو طبعا شيء طبيعي ان الراجل ما يقدرش يرفض طلب لمراته. طبعا عارفين قدرتكم انا عارف والا. المهم فكلميه بقى عشان يا ماما انا بقيت شكلي وحش، كل زميلاتي في الشغل كانت اشتغلت كمان، وقول بابا انا مش هغرمك ولا مليم، انا هجيبها بمهيتي اشتري الموبايل. فسوزي جت قالت لي بص هقول لك حاجه ما تكتفينيش الموضوع كذا كذا، والبنت فعلا كبرت واتخرجت زي الفل خلاص بقى. طب هاتيها اتكلم معاها. طيب ما فيش عندي احنا نتكلم مع بعض اشوف عايزه الموبايل ليه. فجت انت عايزه الموبايل ليه يا بنتي؟ قالت لي كل زميلاتي معاهم موبايلات معانا. قلت له طيب ده مش مبدا على علمك. قالت لي لو كل زميلاتك بيمشوا مع اولاد هتمشي مع اولاد زيهم؟ قلت له لو كل زميلاتك بيقعدوا على كافيه شوب على قهاوي، في بنات بتقعد وتشيش كمان، تعملي زيهم؟ زميلاتك بيروحوا نايت كلاب مثلا، مش اسمها كل زميلاتي بتعمل الكلام ده، مبدا مش خطير جدا. انت ليه كده؟ انا هسالك سؤال، الشغل عندك فيه تليفون ارضي واحنا معانا النمره؟ هتلاقي ايوه. واحنا بيتنا فيه تليفون ارضي، ما كانش عندها موبايل لسه، وانا معيش برضه لغايه دلوقتي، مراتي بس اللي معاها، اللي بنتواصل بيه من خلال على مستوى العالم كله. وانا ما بفهمش فيه، اسالوها انا ما بفهمش فيه. لو ادتني الموبايل عشان تديني ناس رساله بعتلها للناس عشان اقراها، مجرد امسك الموبايل وروح مغير الصفحه. انت دوست على ايه؟ قلت انا عارف ابو لمس التليفون بتاعك ده ما بفهمش فيه، صدقوني. ودول تاني تجيب لي رساله حاجات عجيبه. فقلت لها عند في امامك عند كل واحد فيهم عنده تليفون في البيت، يبقى انت محتاجه الموبايل ليه؟ وانت من شغلك لبيتك محتاجه الموبايل في ايه؟ انت بيزنس وومن قوي، خايفه لا صفقه تروح منك في السكه. المبدا ده انا رافضه، لما تتجوزي اعملي اللي انت عايزاه. ورفضت اجيب لها موبايل لغايه ما اتجوزت. بعد ما اتجوزت طبعا جوزها جاب لها موبايل يقدر يكح. بنتي الثانيه انا سيمون ربنا يخليها برضه لسه مكلماني قبل ما انزل، تقول بابا انت وحشتني من امبارح ما سمعت صوتك، انا عايز اسمع. ما علينا، ربنا يحافظ عليها. المهم فايه لازم كل يوم تتمم علينا وتسمع صوتنا واقعد اضحك معاها. المهم فايه بتقول لي فجي واحد ما كانش في موبايل، فجي واحد يخطبها، هو موجود جوزها دلوقتي ربنا يخليه، فاديته ميعاد في الكنيسه هنا مش في البيت، وما شافهاش وما شافتوش. ما انا بقول لكم انا صعيدي قوي دقه قديمه. فاديت ميعاد في الكنيسه، قعدت اقابل في الناس اقابل في الناس، كان قبل كورونا طبعا، وخليته هو اخر واحد. ما هو واحد غريب بالنسبه لي فانا عارفه مش من الولاد في الاعتراف، خليته اخر واحد متعمد، بعمل له تيست اشوفه ايه، خلقه ضيق ولا متكبر ولا هيصبر بس. فالراجل قاعد للاخر، جالي قلت له ايوه يا ابني انا شايفك من بدري قاعد بستفزه. بقى امال ايه، لازم نختبر، هديله بنتي ضنايا لازم اشوف ده لمين هيصونها ولا لا. قلت له انا شايفك من بدري يا ابني قاعد. بيقول لي انا جاي واتشرف ان انا اخد بنتك انا سيمون ومش عارف. قلت له انا شايفك من بدري قاعد، طب ما قلتش ليه يا ابني؟ ده انت قاعد من بدري قوي. قال لي لو قعدت العمر كله كفايه ان انا قاعد قدامك يا ابونا وبشوف وشك. فنجح تماما، نجح تمام في نجح في اول اختبار. المهم قلت له انا شخصيا انت معاك ايه؟ قال لي بكالوريوس تجاره كذا. انت معاك فلوس قد ايه؟ قال لي كذا. قلت له عشان ما اجزركش يعني. انت عندك شقه؟ قال لي عندي شقتين تختار منهم الى اخره يعني. قلت له انا شخصيا مقتنع بيك وانت اخلاقك عاليه وعندك احتمال وصبر كده. اطمنت على بنتي، بس تيجي البيت بقى الاول من غير اهلك تشوفها وتشوفك. اذا هي ارتحت لك نكمل، انا ارتحت لك. اذا انت ما ارتحتلهاش خلاص يا ابني انت ابني برضو عدك العيب. ماشي؟ قال لي ماشي. جه البيت قعدنا طبعا، قعد طبعا البت زي القمر، انا سمون بنتي ربنا يخليها وشخصيه بنت برنسيس يعني. فالمهم ايه طبعا كان هيطير يعني. فالمهم قال لي بقى ممكن ابونا جه جنبي كده قال لي ممكن تسالها بقى موافقه ولا لا. قلت له اخدها جوه، ندهت لها جوه قلت لها ايه رايك؟ وخدت السوزي بتاع الام لازم تقول رايها. فقالوا لا الواد كويس قوي واحنا شاب حلو واحنا موافقين عليه.
قلت له يا ابني مبروك عليك، هات بابا وماما بقى ونتفق يعني. قال طب ممكن يا ابونا استاذنك انزل بس تحت في العربيه بتاعتي هجيب حاجه واطلع؟ قلت له حاجه ايه يا ابني؟ قال معلش دي واحده. قلت له اتفضل. نزل راح جايب لها موبايل، جايبه موبايل جديد نوفي بالخط ده، اسمه الخط برضه. اه قال ممكن تقبله مني يا ابونا اديه لك؟ صرفت كلام بس على ما اجيب بابا وماما. قلت له انت جايب لها موبايل عشان تكلمها من ورا ظهري؟ انسى. انسى.